السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال واحسن الاحوال يا رب دايما. اول حاجة انا جايبة طاسة او جريلا او اي حاجة حطها على النار علشان خاطر ادي الصدمة للفراخ. وكالعادة زي ما قلت لكم انا قبل ما بشيل الفراخ في الفريزر لازم اكون متبلاها، بجيب لها اي تتبيله، احط لها بصل طماطم فلفل بهارات اي حاجه، واحط البصل من جوه كده مع الطماطم. شايفين طول ما هي بقى في الفريزر تبص تلاقيها عماله بقى تاخد من طبعا التمليحه بتاعتها والخضار بتاعها، فتبص تلاقي طعم الفراخ اول ما تحطيها على النار تلاقي ريحتها طلعت على طول. انا مش هحمرها، انا هديها صدمه بس. خلاص هي كده، انا مش هعمل فيها حاجه اكتر من كده. مجرد ما الجلد اصفر كده خلاص كفايه. جايبه الحله حطاهم فيه وهبدا بقى اسويه. نفس الطريقه نقطع لهم البصل واقطع الطماطم وجزر وفلفل عشان بيدي ريحه حلوه قوي عموما الفراخ او اللحمه او اي لحوم بنسويها، واروح نازله عليهم كلهم. انا مملحه الخضار ده كله اصلا، حاطه له ملح بس. تمام. هروح حاطه عليهم بقى ايه الفلفل الاسود، معلقتين فلفل اسود، وهحط عليهم معلقتين بهارات مش معلقتين كبار، وهحط عليهم معلقه كركم حبهان مطحون. والاضافه بقى هحط لها صويا صوص وهي بتستوي، هحط لها معلقه صويا صوص جديد وهي بتستوي كده. هحط لها صويا صوص، حط معلقه كمان عشان الطعم يبان. شايفين؟ وهعمل بقى هقلبها مع بعض وبرضه هغطيها وهسيبها، مش هحط لها ميه. الله ريحتها طالعه لوحدها جميله ما شاء الله عليها. بصوا لونها، نجيب لها شويه بابريكا كمان نلونها. البابريكا كمان بتدي لون حلو كده في الاكل مع بهارات الفراخ المصفرة دي اللي فيها كركم وفيها بهارات من عند العطار، ومع الصويا صوص عشان الريحه من غير ما اقول لكم اكيد انتم متخيلين الريحه هتبقى عامله ازاي. هنشوف بقى بعد كده. هغطيها واوطي عليها واسيبها لغايه ما تستوي، وهتسيبيها تستوي في الحاجات الجميله دي كلها وريحتها طالعه اهي عليكي وانت بتسويها، فاكيد هتطلع حلوه. دلوقتي خلاص الفراخ استوت اهي، بصوا منظرها بقت عامله ازاي. كده الفراخ استوت، اللي عايز يحمرها بقى براحته. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.